ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مرة تشوف القناة، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ الفيديو. زي ما شايفين كده يا حلوين، العيد خلاص قرب. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير، واتمنى ان 2024 تكون سنة سعيدة عليكم وعلى العالم كله يا رب. واول كده حاجة، عايزين سمنة، هنسيح السمنة، وعايزين 1.5 كوباية من السمنة. بعد ما هنسيحها هنحطها في الفريزر نجمدها كويس. ده العيار بتاعنا بالسمنة، حلو. ممكن تعمليه بالزبدة، بس العيار ده ما ينفعش الا بالسمنة. ف1.5 كوباية من الزبدة زي ما قلت لك، وهحطه في الفريزر لغاية لما يجمد خالص. هقول لكم المكونات وانا ما سرحتش الفيديو عشان تقول. عايزة 1 كوباية من النشا، نفس الكوباية اللي استعملتها في السمنة هستعمل كل المقادير. عايزة 1 كوباية سكر ناعم، الكاكاو على حسب. عايزة 3 بيضات مش 4، معلش. الدقيق على حسب العجنة. 4 ملاعق كبيرة كستر، فنجان صغير من اللبن أو حليب، نص ملعقة صغيرة فانيليا، نص ملعقة صغيرة باكنج باودر. ادي كده يا ستي طلعت السمنة. فطبعا قلتها عشان العجان ما يبوظش معاي فاعمل كده. كنا زمان انا وماما الله يرحمها بايدنا، وايدنا كانت بتوجعنا وبتاع، بس دلوقتي في عجان، بس انا حبيت اطلعه عشان ايه ما العجان ما يبوظش. فالمهم عايزين السمنه بتاعتنا تبقى زي الكريمه بشاميل، الكريمه الشانتيه قصدي. فهقعد اقلب وهحط معاها السكر، بس عبي الكوبايه. انا بصراحه عبيته، ما عبيتها، قلت هيكون حلو، بس لا، عبي الكوباية، يعني العيار المظبوط. عبي الكوباية لغاية الآخر سكر ناعم. فحطيت السكر لغاية لما يندمج مع السمنة. وزي ما قلت لك انا عايزة القوام بتاعها زي الكريمة الشانتيه. خلاص. وهحط شوية شوية. هنا هحط نص ملعقة باكنج باودر مع 4 ملاعق من الكستر، وهحط. وكل ما نحط حاجة من المكونات اخلطها عشان ايه يتخلط كله مع بعض، ما فيش حاجة تبقى مكلكعة ولا اي حاجة. فهنا هقعد اخلط. ودي كوباية النشا هحط ذرة من رشة من الملح، لان الدقيق انا على حسب العجنة بصراحة. انا كنت بعد ونسيت. ودول 3 بيضات كاملين بالصفار والبياض، نص ملعقة فانيليا. الفانيليا بتاعتي حلوة تقيلة، عشان كده ما حطيتش ملعقة كبيرة يعني صغيرة. فهذا كده حطيت النشا كله. وزي ما قلت لك كل ما احط حاجة من المكونات اروح اعمل اضرب. والفنجان برضو انا ما استعملتهوش كله، حطيت البيض هنا برضو اضربه كويس لغاية لما نختلط، ما لاقيش ولا صفار ولا بياض ولا اي حاجة، كله يختلط زي ما شايفة كده. وهنا حطيت الدقيق. كنت بعد بصراحة لغاية 15 ونسيت العد. ده الفنجان بتاعي انا قلت لك ما حطيتهوش كله، خليت يعني في القرع شويه. فممكن يكون اخذ نص كيلو من الدقيق العادي، يعني متعدد الاستعمالات. فاقعد اقلب كده. انت على حسب، يعني العجينه بتاعتك لا تكون خفيفه خالص ما تطلعش من المكبس، يا ما تكونش تقيله، فهماني؟ انا هستعمل الكيس الحلواني، ما عنديش مكبس. هاخد نص للكاكاو ونص ابيض. ممكن تعملي كل ابيض، ممكن تعملي كده وكده، نص كده. انا هعمل نص كاكاو ونص ابيض. وللكاكاو خليها شويه سايبه شويه، عشان لما هنحط الكاكاو هتمسك كويس. لان انا هنا حطيت ملعقه زياده يعني دقيق، لاني حسيت ان هي محتاجه لسه خفيفه. زي ما قلت لك طبعا الكاكاو على حسب، يعني انا بحط كده وبشوف على حسب العجنه. وما تحطي كاكاو كتير خالص عشان ايه العجنة تمرن، مش عايزينها مكلفين يعني. فادي كده ونغطيه، لازم نغطيه عشان ما ينشف. وانا حاطه الفرن على 180. وهجيب المكبس الحلواني بتاعك، لو عندك الكيس الحلواني قصدي، ولو عندك مكبس اوكي. انا كنت هنا جربت 2، قلت اشوف لو محتاج دقيق محتاج حاجة، فكانت بصراحة حلو شديد. ولو واحدة كده مش حلوة يشيليها يا تيتي، مش مشكلة يعني. الصواني بتاعتي بصراحة ما شاء الله مش محتاجة يعني زيت ولا ورق زبدة، زي ما شايفاه كده مفرول ازاي حلو، ريحته حلوة. وده البني
بتاعنا هو ماسك شوية، يعني كنت مفروض احط شوية لبن حتى بس عشان يطلع معذبني شوية. انا كسلت ان انا اغسل الكيس الحلواني، فطلع كده. هو لينا يعني وللبيت وللسرينة. كل سنة وانتم طيبين على اسم العيد. فادي دي كده انا هحشي نصه مربى ونصه نوتيلا. هي شوكولاتة مش نوتيلا، بس شوكولاتة سايحة يعني، فانتي على حسب، ممكن تعملي كله ابيض، ما تعمليش الكاكاو حاجة، دي على راحتك. فكل سنة وانتم طيبين، واتمنى 2024 تكون سعيد عليكم وعلى العالم كله يا رب، لغاية لما نتجي فيديو جديد ان شاء الله.